فيديو النهارده جبت لك فيزا تونه واقول لك على 5 اسباب بس تخلي ثقتك في نفسك مهزوزه. تعالى معايا. اول حاجه التجارب السلبيه هي حاجه حصلت لك في الماضي، فبتضطر ان انت تقعد تفكر فيها بسبب الحاجه اللي حصلت لك دي. فانت لازم تعمل موف اون من الحاجه دي وتحاول تتخطاها باي طريقه، عشان انت كل شويه تقعد تفكر فيها. فالحاجه دي لازم تتخلص منها في اقل وقت عشان هتدمر لك حياتك وهتخلي ثقتك في نفسك مهزوزه. تاني حاجة وهو الضعف في التواصل مع الناس أو التواصل الاجتماعي عموما، سواء بقى كان في شغل، سواء كان مع أفراد، سواء كان مع أهلك. هو الضعف في التواصل بيقلل من ثقتك بنفسك لما تيجي تتعامل مع الناس بره، بالذات لو انت علاقتك بأهلك ضعيفة. تالت حاجة وهي الضعف في المهارات والقدرات، لازم تكتر مهاراتك وتعلي قدراتك عشان تقدر تتحدى الصعاب وتنافس اي حد في مجال شغلك او مكان عملك. حاجة وهي والضغط النفسي هو اكتر مشكلة بتمثل ضغط على الانسان وبتسبب له في قلة الثقة بالنفس. لان الضغط النفسي من افراد اسرته، سواء كانت من المذاكرة اللي عليه، سواء كانت من اي ضغط على الانسان، بيسبب قلة في الثقة في النفس. فانت لازم تتخلص من الضغط النفسي وتبقى ريلاكس خالص، وما تحاولش تشغل بالك بالحاجات الصغيره دي. خامس حاجه ودي الاخيره هي الاحباط. حاول تتخطى الاحباط باي طريقه، والاحباط هو عباره عن ان انت بتكرر كذا حاجه وبتفشل فيها، وده بيقول مثلا ان انا فاشل او انا مش هنفع او انا كده. لا، انت تحاول تتخطى الاحباط وان انت تعلي مهاراتك وقدراتك علشان تقدر تنجح في حياتك. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه.